بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم مجالس رمضان، وهي عبارة عن مجالس في التعليق على تفسير الحافظ ابن كثير لآيات من القرآن الكريم. عقدها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه في بيته بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لعام 32 و400 وألف للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع المجلس 18. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. قال عندك الآية ولا الآيات؟ الآية حقيقة آيات يمكن حصل غلط. أيوة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية، وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب، والله أعلم. وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية بنحوه، فالله أعلم، فهذا اختلافهم في سبب النزول. وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالصورة وهو مناسب. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي، أي لا يستنكف. وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان، بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول: لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة
معربة بإعرابها. قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت: وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة بعوضة بالرفع. قال ابن جني: وتكون صلة لما، وحذف الآيد كما في قوله تماما على الذي، وحذف الآيد كما في قوله تماما على الذي أحسن، أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي بالذي هو قائل لك شيئا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يقول الحق، كما قال في سورة الأحزاب: والله لا يستحي من الحق. وهنا قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ففيه إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياء في محلها. فإذا طلب الداعي إلى بيان الحق فلا يستحيا من بيان الحق، ولنا في ذلك أسوة بربنا سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني يضرب الأمثال. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في كثير من سور القرآن، ضرب أمثلة كثيرة، ولا يمنعه من ذلك مانع أن يضرب هذه الأمثال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جليلة أو حقيرة، ما دام الأمر يدور مع الحق، ما دام هناك حق، فالله سبحانه وتعالى يبين الحق سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير إنه لما ناقل عن السدي أنه لما أنزل الله تبارك وتعالى الآيات في المنافقين أو المثلين للمنافقين في قوله تبارك وتعالى: مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله إيش؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون لا يرجعون. أو كظلمات إيش؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق إلى آخر الآيات. استنكر المنافقون هذا المثل أو هذين المثلين، وقالوا ما يعني الله تعالى بهذا الكلام، لأن المنافقين ينتهزون الفرص للطعن في الرسول والطعن في القرآن قاتلهم الله، وهم يستنكرون أو ينكرون أن يضرب الله تبارك وتعالى مثل هذه الأمثال. فبين الله لهم أنه ليس هناك أي مانع يمنع الله تبارك وتعالى، ولا يستحي أن يضرب الأمثال دقيقة كانت أو جليلة،
ولو كانت بأقل الأشياء كالبعوضة، فإن البعوضة هي أقل الأشياء. فلما ضرب الله المثل المنافقين استنكروا هذا، فأراد الله أن يفحمهم ويلقمهم أحجارا، وأن لله أن يضرب من خلقه الأمثال بالعنكبوت وبالمنافقين وباليهود وبالنصارى وبالسماوات وبالأرض وبكل المخلوقات، له أن يضرب فيها الأمثال سبحانه وتعالى. فله الحق أن يتصرف في ملكه وأن يقول ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يمنعه مانع من ذلك سبحانه وتعالى. هنا ذكر أقوالا ابن كثير رحمه الله تعالى. أو نكمل الآية. قال ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلى الفاسقين. الذين آمنوا يعلمون أنه الحق، أما الكافرين والمنافقين فإنهم يضلون بالقرآن ويضلون بهذه الأمثال المضروبة التي لا يعقلها إلا العالمون المتقون المخلصون. أما مرضى النفوس، أما المنافقون، أما الجهلة الأغبياء فهم لا يستفيدون من هذه الأمثال. فالمؤمنون يؤمنون بها ويقول إنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا استنكارا. قال الله جوابا عليهم وإهانة لهم يضل به كثيرا أمثالكم ويهدي به كثيرا من المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين. لا يضل الله تبارك وتعالى بهذه الأمثال أو بغيرها من الآيات القرآنية، لا يضل بها إلا الفاسقين. والفاسقين تتناول اليهود والنصارى والمشركين الوثنيين والمنافقين، هؤلاء كلهم يتناولون كلمة فسق، لأن الفسق هو الخروج، وهم كلهم خارجون عن دين الله وعن منهج الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله وطاعة رسوله واتباعهم. من هم الفاسقون هؤلاء؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذه من صفات اليهود ومن صفات المشركين. كم من العهود ينقضونها، ينقضون العهود ولا يبالون ولا يفون بهذه العهود، ولا يفي بهذه العهود إلا المؤمنون الخالصون الصادقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بعد توكيد هذه العهود وتوثيقها لا يبالون بنقضها. أما المؤمن فيفي، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء بالعهود عليه الصلاة والسلام، وكذلك خلفاءه الراشدون والمؤمن الصادقون يفون بهذه العهود امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالإيفاء بالعهود، وخوفا من عقابه الشديد الذي توعد فيه الناقضين العهود. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا من صفاتهم، ينقضون العهود ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وبارك. فمن نقض العهود أنهم ما وفوا بالتوحيد ولا يفون لأن الله أخذ على الميثاق على البشر كلهم أن يؤمنوا به سبحانه وتعالى وأن يطيعوا رسله، فهذا عهد من الله إلى خلقه أن يقوموا بهذا الأمر فما قاموا به. وكذلك يقطعون الأرحام، والذين يقطعون ما أمر الله بأن يوصل من الأوامر والنواهي وبما في ذلك صلة الأرحام. الله تبارك وتعالى أمر بصلة الأرحام وهدد من يقطع الأرحام. أفحسبتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم جريمة عظيمة جدا، وصلة الرحم طاعة عظيمة جدا، فيجب على المسلم أن يحرص على صلة الأرحام وأن يجتنب قطيعة الأرحام، فإن فيها وعيدا شديدا من الله وذما أكيدا لمن يقطعون الأرحام، بل لعنهم لعنة شديدة. أولئك هم الخاسرون. وصرفهم في الأول بأنهم فاسقون، وفي آخر الآية بأنهم خاسرون. خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الجنة
وأدخلهم الله النار والعياذ بالله، الكافرون والمنافقون واليهود والنصارى وسائر الأصناف التي كفرت بالله تبارك وتعالى هم الخاسرون. والله المؤمن هو الكسبان، ولو كان من أفقر الناس في هذه الدنيا وأشدهم بؤسا في هذه الحياة فهو إن شاء الله كاسب وليس بخاسر. يعني يؤتى بأشد الناس نعمة في الدنيا فيغمس في النار، فيقول هل مر بك من شر قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ هل رأيت خير؟ قال والله ما مر بي نعيم قط. يعني تنعم في الدنيا وتمتع بها وظلم وافترى وإلى آخره، ثم لما غمس غمسة واحدة في النار نسي كل تلك النعم، ملك وسلطان وجيوش وإلى آخره وأموال طائلة وتجارات واسعة كلها، قال ما مر بي نعيم قط. وأما يؤتى بأبأس الناس في الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقول هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شر قط؟ قال ما مر بي، ينسى كل شيء، ما مر بي بؤس قط. بارك الله فيكم. فهؤلاء هم الخاسرون، الخسران المبين والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الخسران ونعوذ بالله من الفسق الذي يؤدي إلى هذا الخسران. هنا تعرض ابن كثير لسبب نزول الآية وساق أقوالا كثيرة ورجح منها هذا القول. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين التي مرت، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كالصيب من السماء إلى آخر آيات 3. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. هم لا يعظمون الله ولا يقدرون الله حق ذلك، كذابون، ولكن يريدون الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقصدون أن هذا من افتراءات رسول الله على الله عز وجل. فالله أعلى وأجل من أن يضرب مثل هذه الأمثال، قاتلهم الله. وهكذا المنافقون وأهل الفتن وأهل الباطل يستغلون الفرص للطعن في الحق ورده وللطعن في أهل الحق. فيقول هذا هو السبب المؤكد في نزول هذه الآيات إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. بارك الله فيكم. وذكر أقوال عن قتادة وعن غيره وغيره، لكن هذا هو الراجح. هنا يعني تعرض للإعراب، إعراب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فيقول وما هنا للتقليل، يعني لا يستحي أن يضرب أقل الأمثال، ما هنا للتقليل. وتكون بعوضة منصوبة على البدل، هذا من ناحية إعرابية، بعوضة بدل مما التي هي للتقليل، كقولي كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق على أدنى شيء. شاهد إن ما هنا للتقليل وبعوضة بدل منها. أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة، ما تارة تكون للتقليل، ما تكون تارة نكرة موصوفة، بارك الله فيك، وتارة تكون ستأتي أنواعها نكرة موصوفة ببعوضة، يعني ما نكرة وصفت بقوله بعوضة، بارك الله فيك. واختار ابن جرير أن ما موصولة، يعني من أخوات الذي والتي والذين واللذان بارك الله فيكم، من الأسماء الموصولة ما تكون هكذا. واختار ابن جرير أن ما موصولة، يعني لا موصوفة ولا للتقليد. في نظر ابن جرير إنها موصولة بمعنى الذي، أي من أخوات الذي. وبعوضة معربة بأعرابها، لأن الأسماء الموصولة لا بد لها من صلات بالجمل أو غيرها. فهنا وبعوضة معرفة معربة بإعراب ما، لا نعم، وبعوضة معربة بإعرابها.
فتكون بعوضة منصوبة. سيضرب مثلا ما بدل من مثلا، وبعوضة بدل اسم موصول في محل نصب، وبعوضة تكون منصوبة لأنها صلة لما. وذلك يقول سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، إعراب الصلة بإعراب الموصول وهو ما مثلا والذي والذين واللاتي واللائي وما شاكل ذلك من إعراب الأسماء المعربة من الأسماء الموصولة، لأنهما يكونان معرفة تارة، يعني ما ومن تارة تكونان معرفة وتارة تكونان نكرة، وصلتها معربة بإعرابها. هذا كلام كثير منكم ممكن لا يفهم هذا الكلام، لكن نقوله لمن يعرف شيئا في النحو. بارك الله فيكم. وقال ابن جني وتكون صلة لما، وحذف العائل كما في قوله تعالى تماما الذي أحسن أي الذي هو أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وحياكم الله جميعا، حياكم الله. والذي لا يجد الساعة فليعذرنا، فإننا والله نجتهد ونحرص كل الحرص أن نستوعبكم جميعا، لكن يعذرنا من لا يجد الساعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حنرحب بالجميع، والذي لا يجد الساعة يعذرنا. وفقنا الله وإياكم، وبارك الله فينا وفيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.